ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل، وده بسبب الفيديوهات الاخيرة. يا ترى ايه الحكاية؟ كمان معانا خبر حصري عن سفر عيلة ندى مرات برنس مصر، هتتفاجئوا. ومقلب جامد جدا من مستر احمد في امنية القوة، واحلى تخفيله معانا للاميره فيروز، بجد تضحكوا من قلبكم. واخيرا هتشوفوا معانا بيبي اصاله بتغني لاول مره، وكمان لما بتصحى من النوم بتعمل ايه، بجد قمه في الكياتة. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالأميرة فيروز، وازاي مستر أحمد غفلها أكتر من مرة وصورها. والحقيقة يا جماعة اليومين دول هتلاقوا مستر أحمد بيعمل مقالب في كل العيلة، وبدأ بالأميرة فيروز وصورها من غير ما تاخد بالها وهي بتاكل. تعالوا نشوفها ونرجع على طول. مين ضحك زينا مع الأميرة فيروز؟ يا عيني شكلها كانت جعانة قوي، طبعا بألف هنا على قلبها. ودلوقتي تعالوا نروح لأول خبر حصري معانا، وهو سفر عيلة ندى حمو للسعودية وأداء العمرة. والحقيقة يوسف شاركنا امبارح بصورة ليه وهو بيقول إنه خلاص مسافر مع عيلته العمرة. عمرة مقبولة إن شاء الله، ويروحوا ويرجعوا لنا بألف سلامة وعقبال مستر أحمد وباقي العيلة. ومعلومة كده الماشي، وهي ان مستر احمد بيحضر لمسلسل جديد بعنوان مجنون بيقولوا كده. تعالوا نشوف اول تيك توك غريب لآية ونرجع لكم على طول. كنت على حيطه، سكنت في عماره قايله. نزلت فيديو تاني وكأنها بتوصل رسالة لحد، وكلنا وقتها قلنا لها احنا في ظهرك يا آية ومحدش يقدر يزعلك ولا يأذيكي. بنحب نقول لها كلنا بنحبك جدا يا آية، وما تخليش اي حاجة في الدنيا تزعلك. عاوزين كل فانز برنس مصر يقولوا لآية دلوقتي في الكومنتات بنحبك يا آية. دلوقتي تعالوا نروح لبيبي أصالة والكياتة كلها. في الاول خالص تعالوا نشوف بيبي أصالة اول ما بتصحى بتعمل ايه. ربنا يحميكي يا احلى أصالة، وان شاء الله تطلعي احلى مغنية في الدنيا. وده طبعا بتشجيع مستر احمد ليها، وكمان غنت مع الاميرة فيروز وبيبي حياة. وفي الاخير كانت بتعيط يا عيني عشان خدوا اللعب بتاعتها وبيلعبوا بيها. بس ايه احلى وكمان كوكي جابوا لها لعب وكانت مبسوطة جدا بيهم. اصاله انت زعلانه ليه؟ كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قولولنا الاميرة فيروز كانت بتاكل ايه في الساندوتش بتاعها. شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.